مساء الخير. اسمي لويد ليز، أنا من تنزانيا. أريد أن أشكرك على هذه الفرصة التي منحتني إياها اليوم. لدي سؤال بسيط. أريد حقا أن أعرف موقف الإسلام من إعطاء الناس فرصة ثانية، لأنني أؤمن أن كل البشر سيرتكبون الأخطاء، ولكننا نميل إلى أن نحكم على بعضنا بشكل مختلف. إذا كسرت زجاج أو طعنت أحد فهذا مقبول، ولكن الأمر مختلف عندما يرتكب أحدهم الزنا أو يقتل أحد. كيف يمكنك أن تقيس حجم الذنوب؟ أريد أن أعرف كيف تبرر هذه الأمور في الإسلام. الأخ سأل سؤالا جيدا جدا عن ما هي نظرة الإسلام في إعطاء أحدهم فرصة ثانية. إذا قرأت القرآن والحديث، الله تعالى لا يعطيك فرصة ثانية، بل يعطيك مئات الفرص. الله يقول: لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن تظن أن الله لن يغفر لك. ولذلك كل سورة من القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة، السورة رقم 9، تبدأ بالصيغة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الأكثر رحمة الأكثر مغفرة. قد تكون فعلت أكبر الذنوب في العالم، لكن إياك أن تظن أن الله لن يغفر لك طالما أنك تتوب. الآن في الإسلام هناك معايير معينة للتوبة. إذا فعلت ذنبا وتبت عنه إن شاء الله سيغفر الله لك، لكن هناك عدة معايير للتوبة. أولا، أن تقر بأن ما تفعله خطأ. ثانيا، أن توقف ذلك الذنب. ثالثا، إن استطعت أن تعكسه فاعكسه إن كان يمكن إصلاحه. رابعا، إياك أن تفعله مجددا. اعترف أنه خطأ، أوقفه، اعكسه إن استطعت، لا تفعله مجددا. كمثال على ذلك، إذا قمت بالسرقة، أولا اعترف أنه خطأ. النقطة الثانية، أن تتوقف عن السرقة. النقطة الثالثة، إن استطعت إعادة الأشياء التي سرقتها فأعدها. النقطة الرابعة، لا تفعلها مجددا. إذا ارتكبت الزنا مثلا، أولا اعترف أنه خطأ. ثانيا، توقف عنه، اطلب الغفران لأنك لا تستطيع الرجوع في ذلك، ولا تفعله مجددا. ماذا عن عقوبة الإعدام؟ كيف تفسر ذلك؟ هذا السؤال جيدا جدا. كيف تفسر عقوبة الإعدام؟ إذا ارتكب أحدهم الزنا، ما هي عقوبة الإعدام؟ في الإسلام عقوبة الإعدام موجودة في حال وجد 4 شهود. في الإسلام إذا ارتكب أحدهم الزنا ويوجد 4 شهود، إذن هذا الشخص الزاني يجب أن يقتل. فقط لمعلوماتك دعني أقول لك أنه في تاريخ حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة لم يوجد إلا بعض الأشخاص الذين قتلوا بالحد، وهم بأنفسهم أرادوا تطبيق ذلك الحد. هم بأنفسهم أخبروا النبي أنهم ارتكبوا الزنا، وإحداهن أخبرت النبي بذلك وقال لها النبي: اذهبي. ومجددا جاءت المرأة فقال لها النبي أن تعود عندما تلد. استمر النبي في إمهالها ولكنها أصرت، وعندما أصرت هنا أمر النبي برجمها حتى الموت. وعندما ماتت قام أحد المسلمين بلعنها، فقال له النبي: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة جميعا لوسعتهم. هذا يعني أنها أرادت أن تعاقب حتى تدخل الجنة. لم يوجد حالة واحدة في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن شخصا قد قتل بالحد بسبب وجود 4 شهود. هناك بعض الحالات وكلهم تطوعوا لتطبيق حد القتل. وحتى اليوم وفي السعودية لا أعلم بوجود أي حالة لشخص قتل بحد الزنا بسبب وجود 4 شهود، إلا إذا جاء الشخص نفسه وأخبر بأنه ارتكب الزنا ويطلب حد القتل. هذا يعني إياك أن ترتكب الزنا أمام الناس، إنه خطيئة كبيرة، إنه خطيئة كبيرة، وهو 10 أكبر خطيئة في الإسلام. لكن إذا ارتكبت الزنا فالأمر بينك وبين الله، فعليك أن تطلب الغفران ولا تفعلها مجددا، وسيغفر الله لك إن شاء الله. وإذا ارتكبت الزنا مرة ثانية وطلبت الغفران مرة ثانية وتتوب فسيغفر الله لك. حد القتل يتم تطبيقه فقط في حالة ارتكابك للزنا في العلن، ويوجد 4 شهود والذين يشهدون كي لا يفتن المجتمع. إذا فعلتها في الخفاء فهي خطيئة وإياك أن تفعلها، ولكنك تفعلها لوحدك. إذن فجميع العقوبات لها شروط معينة في الإسلام، والله يقول أنك لو ارتكبت ذنوبا بحجم الجبال ثم طلبت الغفران سيغفر الله لك. في الإسلام الله هو الرحمن، هو الكريم، هو اللطيف.
مهما كانت الذنوب التي فعلتها، إذا طلبت الغفران سيغفر الله لك. فقد غير نمط حياتك وتب بشكل صحيح، وإن شاء الله ستذهب إلى الفردوس. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك.